السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو مقارنة جديد مع موبايلين اتطلبوا مني كتير في التعليقات، وهما اوبو رينو 7 ورينو 8 نسخة الفور جي. الموبايلين دول الفرق بينهم في السعر 1000 جنيه مصري تقريبا، لكن هل الفرق في السعر ده بيميز اوبو رينو 8 عن رينو 7؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو ده، عشان هقول لك كل الاختلافات اللي بينهم، وكمان هقول لك مين فيهم اللي يستاهل تشتريه ويكون قيمة مقابل سعر. ولو معاك رينو 7 او اقل، هل اي حد منهم النهارده يستحق الترقية ولا لا؟ كل ده واكتر هتشوفوا معانا في فيديو النهارده. لكن قبل ما نبدأ الفيديو ده، حابب اشكركم على دعمكم المتواصل، شكرا 33 الف مشترك. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه بنبدا بيها التصميم، بس قبل ما نقول اي حاجه عن التصميم احب اقول لك ان الموبايلين دول مراجعتهم الكامله بالتفصيل موجوده على القناه، وهتلاقي كمان الروابط بتاعتهم في الوصف. نبدا الكلام بقى عن التصميم. تصميم الموبايلين شبه بعض تماما، الفرق بس ان اوبو رينو 8 هتلاقي وزنه اتقل بجرامات بسيطه، عشان هتلاقي رينو 8 بيجي بوزن 182 جرام مقابل 175 جرام لرينو 7. اما الابعاد في الاتنين يعتبروا نفس الابعاد، عشان الاختلافات هتكون في جزء من المليمترات، عشان لو حابب تركب الجرابات مثلا على بعضها. تصميم اوبو في الموبايلين بيحاولوا فيهم بقدر الامكان وبينجحوا في انهم يوصلوا لك احساس الفخامه، كل ده مع الهيكل الفخم المستوي من الجوانب بفريم معدني فلات زي الايفون، وده متعودين عليه من اوبو لانهم بيواكبوا الترند. والنقطه دي في اوبو معموله بشكل مريح جدا، لان التصميم المستوي ده في الطبيعي انه بيوجع الايد لو مسكت الموبايل بشكل مطول، عشان كده بقول لك اوبو عامله التصميم ده بطريقه مريحه جدا مع الابعاد الممتازه تخلي لك الموبايل على قد الايد. الموبايلين بيجوا بنفس الخامات البلاستيك مع ظهر مط في كل الالوان بيمنع البصمات طبعا بقدر الامكان. شكل الظهر في الموبايلين ممتاز وهيعجبك، خصوصا مع وحده الكاميرات المنفصله دي اللي بتيجي بشكل جميل مع الرينج لايت اللي موجود في الكاميرا. اوبو رينو 7 بيجي بلونين، البرتقالي والاسود اللي معانا ده، اما اوبو رينو 8 بيجي بلون الاسود ولون الداون لايت جولد اللي معانا ده. في النهايه التصميمين شبه متطابقين والاتنين حلوين جدا من وجهه نظري، لكن لو هنقول مين اللي يكسب في النقطه دي يبقى هنا في تعادل ما بينهم. ننتقل بقى على النقطه الثانيه وهي الشاشه في اوبو رينو 7 بتيجي بحجم 6.4 انش مقابل 6.43 انش، بفارق حجم لا يذكر. الموبايلين بيجوا بنفس الشاشه الاموليد اللي بتيجي بدقه 1080 في 2400 بكسل بكثافه بكسلات 409 بكسل لكل انش، وده طبعا رقم كويس جدا هيخلي الشاشات بتاعت الموبايلين شارب جدا والوانها جميله، مع العلم ان الشاشات دي ما فيهاش اي تطوير عن السابق، لكن زي ما قلت لك الشاشات جميله ومبهره في الاستخدام وتحسها افضل من المنافسين ليه، حتى لو كانوا من نفس الفئه السعريه او حتى نفس مواصفات الشاشه. اوبو رينو 8 بيتفوق في السطوع شويه عن رينو 7 عشان بيجي بسطوع 800 نتس مقابل 600 في اوبو رينو 7. الموبايلين بيجوا بنفس تردد الشاشه اللي هو 90 هرتز، وهنا مش هتلاقي تطوير في اوبو رينو 8 ولا حتى في اوبو رينو 7، لانك هتلاقي التردد ال 90 هرتز ده موجود في الموبايلات السابقه زي رينو 5 ورينو 6. انا مش عارف ايه الفكره من ان اوبو تعمل لنا موبايل بعد موبايل بنفس تردد الشاشه. الشاشتين فيهم قارئ البصمه السريع اللي بيعمل بكل كفاءه واعتماديه، هتلاقي معاك طول اليوم بدون اي اخطاء، واوبو طبيعي بتتميز في النقطه دي عن اي موبايل تاني. الشاشتين بيدعموا كل الخواص زي بعض زي الدارك مود وراحه العين وكل المميزات دي، والاهم من كده الاتنين بيدعموا خاصيه اولويز اون ديسبلاي. الشاشتين في الموبايل واحد ومش هتلاقي اي اختلافات تقريبا سوى السطوع الاعلى في اوبو رينو 8، وفي ناس طبعا مش هيفرق معاهم النقطه دي كتير مقابل فرق السعر اللي ما بينهم، لذلك هنقول لحد هنا الموبايلين متعادلين، ومفيش تطورات تانية في اوبو رينو 8 اللي المفروض يبقى احسن على الاقل من رينو 7 في نقطه الشاشه. بس خلينا نكمل ونشوف باقي المواصفات، يمكن نلاقي حاجه افضل. وننتقل من هنا لنقطه الاداء بعد ما الموبايلين اتعادلوا في التصميم والشاشه. بالكلام عن الاداء نبدا اول حاجه بالمعالج. للاسف الموبايلين برضو بيجوا بنفس المعالج. اوبو رينو 7 ورينو 8 بيجوا مع معالج سناب دراجون 680 4G ثماني النواه بتكنولوجيا 6 نانومتر عشان يوفر الطاقه بشكل كبير، مع معالج رسومي من نوع ادرينو 610، وده نفس المعالج اللي موجود في اوبو A96 وهواوي نوفا 7 اس اي وكمان هونر اكس 8. كل ده مع مساحه داخليه 256 جيجا مع 8 جيجا رام، تقدر طبعا تزودهم من خلال السوفت وير في الموبايلين. اداء الموبايلين في الالعاب فوق المتوسط باداء كويس مقبول، مش هتواجه منه مشاكل. المشكله الوحيده اللي ممكن تواجه البعض هو ان اعداداته في اللعب مش اقوى حاجه، وطبعا قلنا قبل كده ان اوبو مش بتوجه موبايلاتها للناس اللي بتحب اللعب كتير على الموبايل، لذلك من رايي لو يهمك موبايل باداء قوي يبقى تخليك في موبايلات تانية. ده ليه؟ لان لعبه زي بابجي مثلا هتلاقي الاعدادات فيها في الموبايلين من اول سلسه عاديه لحد متوازنه متوسطه، على الرغم من ان المعالج متواضع في الموبايلين الا ان الاداء هيبقى متوازن جدا في الاستخدام اليومي، ده طبعا في حدود الاوبو
اوبو، واتكلمت عن كل موبايل بشكل كامل بالتفصيل في نقطة الاداء. تقدر تشوف الفيديوهات دي كلها من خلال الروابط في الوصف زي ما قلت لك، او ادخل على القناة هتلاقي كل الفيديوهات الخاصة بيهم. وطبعا وانت جوه ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو لو عجبك، والاشتراك في القناة عشان تتابع معانا كل جديد ان شاء الله. الاداء في الموبايل برضه للاسف واحد، وزي ما قلت لك الشاشة بتتفوق شوية بالسطوع، لكن الاداء مفيش بينهم اي فرق بنسبة 100%. وهنا برضه يبقى لحد هنا مفيش اي تطوير سواء في التصميم او في الشاشة او في الاداء. ومن هنا ننتقل للنقطة الأهم والأبرز اللي أوبو بتوجه بيها موبايلاتها، وهي الكاميرات. نبدأ بالكاميرا الأمامية في الموبايلين. الكاميرا الأمامية مفيش منها أي اختلاف عشان بتيجي بدقة 32 ميجا بفتحة عدسة f2.4 بنفس المستشعر من سوني هو IMX 709. أما بقى الكاميرا الخلفية هتلاقيها في الاتنين ثلاثية، الأولى 64 ميجا في الاتنين، بس أوبو رينو 7 بيجي بفتحة عدسة f1.7 ورينو 8 بتيجي بفتحة عدسة f1.8. الكاميرا التانية الخاصة بالتصوير الماكرو في الموبايلين او التصوير القريب يعني بتيجي بدقة 2 ميجا بفتحة عدسة، هتلاقيها في الرينو 7 3.3 وفي الرينو 8 2.4. وهنا كل ما الرقم بتاع فتحة العدسة بيقل بتكون العدسة فتحتها اوسع، لذلك العدسة في رينو 8 اوسع شوية. اما الكاميرا الثالثة الاخيرة في الاثنين بتيجي بنفس كل حاجة، اللي هي بتيجي للعزل والبورتريه، بتيجي بدقة 2 ميجا بفتحة عدسة 2.4. الكاميرتين نفس الاداء تقريبا، ودي مش حاجة وحشة لان ادائهم ممتاز ومرضي بشكل كبير. هتلاقي من عينات التصوير او نماذج الصور في الموبايلين دول هتلاقيهم بيحافظوا على ان الصوره تكون منوره شويه مع تشبع في الالوان، مع احسن دايناميك رينج وتوازن ما بين الهايلايت والشادوز مقارنه مع المنافسين كلهم. بجانب الصور الكويسه دي كمان هتلاقي السوفت وير بيعالج الصور بشكل ممتاز عشان تاخد افضل اداء من الكاميرا سواء من الهاردوير او السوفت وير، وده طبعا هيدي تفاصيل اكتر في الصور مع نويز قليله جدا حتى مع الزوم او التقريب من خلال السوفت وير. ومعاك في الاثنين من تصوير من اول 1x و2x و5x و10x. في كمان وضع جديد اسمه الميكروسكوب هتلاقيه موجود في الموبايلين، وده عشان تصور اي حاجه بشكل قريب جدا. كل ما عليك تفتح الوضع ده وتقرب اي حاجه جدا من الكاميرا، وساعتها هتشوف تفاصيل اكتر. حرفيا الحاجه بتبقى على بعد مليمترات من الكاميرا. شايف انه مش مفيد قوي للكل، لكن اكيد في حد ممكن يحتاجه. لو شفت بقى كل موبايل لوحده بمراجعته الكامله هتعرف اكتر عن الكاميرات، وكمان هتشوف عينات التصوير بشكل مفصل. في نهايه النقطه بتاعت الكاميرا دي الموبايلين برضو متعادلين، حتى تصوير الفيديوهات في الاثنين فول اتش دي بدقه 1080، ومش هتلاقي في الاثنين تصوير بدقة 4K. لحد هنا التصميم واحد، والشاشة والأداء والكاميرات. ولو انت وصلت لحد هنا في الفيديو ده وأكيد بتقارن ما بينهم معايا، هتختار معانا أوبو رينو 7 عشان الرينو 8 مش هتلاقي فيه أي تطوير عن الرينو 7. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده وهي البطارية. طبعا أكيد دلوقتي مش مستني مني إن أقول لك إن في تغييرات في البطارية، عشان برضو الاثنين بيجوا بنفس سعة البطارية ال 4500 ملي أمبير. هي بتقعد معاك اليوم كويس بالأداء المتوازن لكن طبعا يظل مفيش تغيير. حتى الشحن اللي موجود في العلبة هو التايب سي بقدرة 33 واط في الموبايلين، اللي هيشحن لك الموبايل من 0 ل 31% في ربع ساعة تقريبا، وطبعا هيوصل معاك الشحنة الكاملة في تقريبا في ساعة. على الرغم من ان البطاريات اعتمادية في الموبايلين وعمرها طويل، الا اننا برضو ما شفناش تطوير زي ما قلت لك، وده واضح عشان اوبو بتحاول تحافظ على شكل الموبايل الرفيع بتاعها، وكمان هي شايفة ان سعة البطارية دي مناسب ومنافس. اخر حاجة معانا سعر الموبايلين. اوبو رينو 7 بيجي بسعر 9500 جنيه مصري وبيوصل لحد 9700. اما اوبو رينو 8 بيجي بسعر 10500 وبيوصل ل 10700. يعني احنا طول الفيديو ده بندور على فرق في الموبايلين ويطلع الفرق موجود في السعر. الفرق في السعر تقريبا زي ما قلت لك 1000 جنيه مصري. اما سعرهم بالدولار عشان باقي الدول هتلاقي رينو 7 بيبدأ من 300 ل 350 دولار، اما رينو 8 بيبدأ من 350 ل 400 دولار، يعني الفرق بينهم 50 دولار تقريبا. طبعا ضيف على الاسعار دي الضرايب والجمارك في بلدك. دي كانت مقارنة بين اوبو رينو 7 واوبو رينو 8. لو انا مكانك هشتري ايه؟ لو مكانك وببحث عن الاداء القوي مش هشتري اي حاجة منهم، لكن لو انا محب لشركة اوبو وخصوصا سلسلة الرينو يبقى هشتري رينو 7 واوفر ال1000 جنيه تقريبا، لان بكل بساطة مش هتلاقي منهم اي فرق. حتى التصميم واحد، ومش هيبقى معاك موبايل احدث ليك فيما بعد. اما المواصفات والمميزات والعيوب فكلها في الموبايلين واحد. عشان كده اقدر اقول لك ان انا بفضل الرينو 7 عن الرينو 8، والكلام ده في نسخة ال4G للاثنين. وطبعا تقدر تعرف كل حاجة عن مواصفات الموبايلين من الفيديوهين الكاملين للمراجعة بتاعتهم في الوصف. لحد هنا اكون وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. شكرا على المشاهدة، وشكرا 33000 مشترك على دعمكم المتواصل، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.